عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسنداي قضية سرقة مركبة سياحية. قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة مكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا ينحدر من العاصمة، وبعد التنسيق ما بين المصالح تبين أنه محل أمرين بالقبض صادرين عن الجهات القضائية المختصة، ومتورط في 3 قضايا مشابهة متعلقة بسرقة السيارات. ومن خلال التحريات المكثفة لعناصر فرقة المحققة والخبرة الميدانية في تتبع الشبكات المختصة في سرقة المركبات، تبين أن أحد الأشخاص في كل مرة ينتهج نفس الأسلوب، وهذا من خلال التواصل مع أحد بائعي السيارات ويهم أنه يريد شراء سيارته، ثم يطلب منه أن يتوجه إلى ورشة لتصليح وطلاء السيارات، وهذا لمعاينة حالة السيارة لغرض الشراء. وأثناء المراقبة يستغفل البائع وصاحب الورشة ثم يشغل السيارة ويلد بالفرار. يتم تحديد هوية المشتبه فيه وتنفيذ إذن بالتفتيش. تم إيقاف الفاعل والتعرف عليه من قبل الضحية والشاهد مع استرجاع السيارة محل السارقة. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه في أمام النيابة المختصة إقليميا.